دليلك الشامل للايس كريم في هذا الصيف. جبنا تقريبا كل الايس كريمات اللي موجوده في السوبر ماركت لان هو ده وقته. ايه رايكم؟ حاجه بصوا في التخلف منه. ناخدهم براند كده وننقنق فيهم ونشوف الحلو الجميل الاسعار يلا بينا ربنا يستر. نبدا ببراند اسمه وندر فيلي او وندر فيل، يعني مش عارف هم كاتبينه بايه. هنعيش بقى نعيش مع بعض ونجرب ونشوف ايه الكلام. نبدا بدول. بصوا هو سعر البراند بشكل عام يتراوح من 13 جنيه 15 جنيه في الرينج، يعني كل يعني انت عارفين جايبين حاجات كتير بقى وكده. نبدا بالفانيليا. مش عارف اسميها العصايه ولا الستيكس ولا ايه. شكله المس خالص، عليه بعض من المكسرات. انا في الحاله دي همشي بمبدا عجبني وما عجبنيش، يعني عشان نعرف ننجز. بسم الله. حلو جميل. ايس كريم طبعا المفروض انا ما احبش عشان اعرف اكمل الحلقه. والله ايس كريم زي الفل. اشتروه. يعني ندخل جوه شويه اعرف اقول لكم ايه الحلو والوحش، بس انا دلوقتي ايس كريم حلو. بس يعني بجد طبق الشوكولاته اللي فيه ده حلو قوي، والايس كريم من جوه ناعم جدا. لازم ايس كريم ناعم، فيه ايس كريم خشن. انا مش عارف تقول فيها ايه، بس هنجرب وخلاص. ده بنكهه الكوكيز والكريمه، نفس الشكل بالظبط الفانيليا. مش شايف ان في فرق خالص. بسم الله. فانيليا عادي، في اختلاف بسيط قوي الصراحه، يعني مش فانيليا بهزر، بس يعني عشان الطعم ضعيف فرق بين الفانيليا مش كتير، فاللي هو صباح الفل. يعني طعم الكوكيز ده باين شويه جوه تحسه جوه فانيليا اصلا. يعني الحلقه دي ايه على الله خالص. اصبروا لحد اخر حلقه تفهموا كل حاجه. نشوف ده ايه. ده بالشوكولاته، ده اكيد بقى مش طعم فانيليا، ده حاجه ثانيه مختلفه اكيد، يعني مش محتاج افكر مني. ايه ده؟ نفس الشكل برضه. بسم الله. شوكولاته بس برضه طعمه ضعيف الصراحه. هو الاطعمه هنا متواضع بس لذيذه جدا، يعني انا متكيف قوي. بس انا متاكد ان لو نطلع قدام شويه هنلاقي فليفرز اقوى بكتير، بس انا مبسوط. الفليفرز كلها ايه متواضعه قوي الصراحه. انا كده الحلقه دي هتبقى كام ساعه مش عارف. سولتد كراميل، يلا حد حوش يلا. اخيرا غيروا القشره اللي بره. يلا بسم الله. الله، هو فعلا ايس كريم. انه حقا ايس كريم. صوت الكراميل يعني الاحسن، ولكن بصوا ما فيش حاجه تيجي وحشه. لو حد متوقع عنها اقول على حاجه وحشه في هذه الحلقه ما فيش، لانه هو ايس كريم والايس كريم حلو. انت عملت اي حاجه بايس كريم تبقى حلوه. هنناقش وهنتذوق الطعم الفليفر اللي موجود جوه ده كيفك ووداك لفين. هو ده السؤال المهم اللي ندور عليه. صوت الكراميل برضو طعم متواضع قوي الصراحه، ولكن هو لذيذ. شوف ده ايه ده؟ نكهه اللبان. الله، ده جه هنا اللبان اهو، شفتوه. وبرضو القشره من بره مش شوكولاته. طعمه قوي قوي اللبان ده. لبان فعلا. ده اقوى طعم جاي لحد دلوقتي. طعمه شرير، يعني قوي شرير جدا، باين قوي في وشك كده. خد بالك منه، ده حلو قوي الصراحه كطعم ان هو شرس يعني. ندخل على اللي بعده. تمام، يعني انا ننجز بسرعه. ده بقى زبادي توت. بسم الله. طعمه قوي قوي زي اللبان. هما الاثنين دول اكتر طعمين الصراحه حسيتهم جدا في الموضوع غير اللي فاتوا. ده ماي فيفورت فليفر ايفر زبادي توت. بس هو زبادي توت متحيل شويه، مش طعمه اصلي قوي. برضو الفليفرز عندهم متواضعه شويه، ولكن عامل شغل حلو. انا حابب اشكر براند هنا الموقعي هذا. عندهم كونز بس برضو فانيليا وشوكولاته. دي حسب بتكلم في اعلانات بتاعت التلفزيون ما قبل ال 2000. نفتح كده الكونات. الله، نفسي في كمبيوتر. فاكر الاعلان ده؟ خلاص بقى يا عمرو، ما تقعدش بقى ايه. خلاص فانيليا لذيذ متواضع. طبعا ايضا طعم شوكولاته. والله عيب عليك. عايز براند تاني، يعني عشان انا زهقت من البراند ده خلاص. هو براند جميل، يعني ممكن نسيب دول ندخل على سندوتشات او على قطمه ما دقناش قبل كده، فمثلا نجرب قطمه جديده عنده بدل ما نقعد نجرب. يعني فاهمين قصدي؟ ده بقى الذكاء، ده المخ. طبعا السندوتشات دي يعني كفكره مشهوره جدا من زمان واحنا صغيرين. فاكرين اعلان بتاع سندوتش جامبو بتاع سبيستون؟ هو سندوتش جامبو بتاع سبيستون. فليفر كوتن كاندي بالبسكويت المكرمل، ده جديد اهو، ده جديد نجربه. بربل كوكيز، ده جديد برضه. نبدا بده. سندوتش جامبو فعلا، ده ازرق غريب قوي. بسم الله. البتاع اللي فوق دي مغطيه على الطعم كله، يعني انت حط اي فليفر جوه ولا يفرق معاك في حاجه. هو الطعم اللي فوق ده شبه الاوريو ده هو اللي طاغي على الموضوع، مش فارقه معايا في حاجه. تعال ندوق البسكويت المكرمل. ده عاوز عامل ازاي. ده شكله اروق بكتير. نايس ده. واو، الطعم ده خطير، جربوه. اخيرا حسينا بالموضوع. الطعم ده برنس، اذا لقيته هاته. ندخل على بيربل كوكيز. ده بيربل. بصوا عاملين يا لهوي، بص عامل ازاي، لونه خطير. بس برضو الطعم هيختفي بسبب الشوكولاته اللي فوق دي. لازم نشوف تصرف في حوار طعم الشوكولاته اللي فوق ده الصراحه. انا مش ضايق الايس كريم خالص. خلصنا سندوتشات. احنا جبنا بقى ايه كل علب. ده البان مانجا فراوله كوكيز وكريم خلاص دقناه. ده بطعم بينا برر. ده برضو بسكوت مكرمل. فده احنا ثلاثه دقناهم. ندوق دول بقى. نبدا بالمانجا. في جوه معلقه. بسم الله. ندوق المانجو. صناعي قوي. ريفيو كلمه. ده ايه ده؟ بينا برر.
ده حلو بس ضعيف قوي بينا برا ده، عايز يبقى بينا برا اكتر من كده. عايز يبقى فول سوداني، استرجل يبقى فول سوداني. انت بتفهم اهو. فراوله انا عارف ان هو هيبقى صناعي قوي. في حاجات تنفع منها للفيجن، ها مثلا بقى هيطلع في الحنتفه الايام دي ندوق الفراوله. صناعي قوي بس حلو. لا لا حلو 10 من 10. خطير. فراوله ده خطير يا جدعان، لازم تجيبوه. مبروك كده احنا خلصنا اول براند من 25 براند. انا بهبط طبعا، ما اعرفش كام جايبين كتير. ندخل على اوريو، براند بقى مشهور عالميا قوي وحاجه مكسره الدنيا. الحاجه الواحده من دول ب 20 جنيه. نبدا بايه؟ نبدا بالبتاع ده. اوه ماي جاد، انا عاجبني اصلا البراند جدا، تحسه اوريو عادي. هنا القوام بتاع شكل الايس كريم مختلف تماما عن اللي قبله، باين كتير من الكوكيز وحول البتاع كده. بسم الله. الطبقه بره دي معموله من عجينه الاوريو اصلا، من نفس العجينه. واو خطيره، عجبني قوي. ما كنتش عارف ان هي معموله من العجينه نفسها. الايس كريم اللي جوه لذيذ الصراحه، بس البطل في القشره اللي بره دي. الايس كريم اللي جوه في منه برده حتت من الاوريو كده. في حاجات ساعات تقول لك مثلا هو براند ده تيجي تجربه تحسها مالهاش دعوه بالبراند خالص، لا ده فعلا متميز في الحته دي جدا، فعجبني قوي. ندخل على الكب ده برده ب 20 جنيه، زي ما فيش معلقه جوه. ازاي جبنا المعلقه على وش الكب ده؟ في قطع من الاوريو متوزعه مع الايس كريم. اعتقد ده نفس الايس كريم اللي كان جوه اللي احنا كنا من شويه. بسم الله. ده اللي جوه عباره عن ايس كريم جواه فتافيت اوريو صغيره جدا، طعمها حلوه لذيذه، بس لو انت جايبه عشان تاكل اوريو فده بس اللي بيديك الطعم اللي فوق، لكن تاني احلى بكتير. نفس السعر. نجرب الساندوتش. ساندوتش جامبو. تخيل اعلان من زمان جدا عملوه، ما اعرفش اصلا البراند راح فين، فضل معلم معانا ده ساندوتش جامبو. متخيل قوه الاعلانات برده مرعبه. بسم الله. ايوه الصحن الطائر. ازاي يحصل حاجه زي كده؟ ايه ده يا جدعان؟ عارف دي الخوذه تركب فوق. طب ادخله جوه زي نفس المنتج، بس هي وسط 2 قرص اوريو كبير، فده فعلا حسسني ببراند الاوريو اكتر، مش زي اللي قبله، زي اللي قبله. لكن الباك اب ده تعبان جدا. ده بقى الايس كريم بتاعه ولا الشوكولاته؟ لا الشوكولاته ده مش هيطلع زي اللي قبله، ولا هيطلع. ده بايظ. هو طبعا مش بايظ بسبب اوريو، بايظ بسبب ان احنا جبناه منه. لا بايظ. انا اول مره ادوق ايس كريم بايظ. طبقه الاوريو اللي فوق دي بايظه خالص. لازم نرفع دعوه قضائيه على مخزن الايس كريم. يعني لو هديكوا ترشيح، خد القرص ده هيديك احساس منتعش فيري جود. نروح للبراند اللي بعده، كولد ستون. نبدا بالكونز. في واحده فانيليا، في واحده شوكولاته. المفروض يا كولد ستون ده براند مش محلي. نبدا بفانيليا كده. الكون ده ب 22 جنيه، الباقي هيبقى تقريبا ب 20 جنيه غير الكون. يعني هل بقى ده هيبقى احلى من وندر ولا لا؟ بسم الله. طعم الفانيليا هنا برضو باين، بس انا بقول ان ممكن يعني ادوق طعم الفانيليا اقوى من كده. لا يعني ممكن اروح لوندر، مش هتضايق. لذيذ. نجرب الشوكولاته. بسم الله. الشوكولاته فعلا لذيذه، احلى من وندر بكتير. الكريمه اللي هنا دي او الايس كريم هنا بتاع الشوكولاته حلو قوي 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 يعني. ده مميز فعلا، ده مميز، وطعم الشوكولاته فيه فعلا حلو جامد. فبرشح الشوكولاته من كولد ستون ككون. نجرب دول بقى. دي فانيليا ودي كوكيز اند كريم. تعال نشوف الفانيليا. اوكي شبه وندر قوي. اوبا، او وندر هو اللي شبهه يعني، حد منهم مع التاني. بسم الله. وفي كل مره يطلع زي البتاعه دي كده. طب الشوكولاته اللي بره دي فعلا لذيذه جدا. الشوكولاته عندهم مميزه، انا عجباني قوي الشوكولاته. نجرب بقى الحشوه اللي جوه دي. توازنهم مع بعض لذيذ جدا، عاجبني. برضه طبعا ثانيه مش قوي، بس لما دخل حوار الشوكولاته في الموضوع اكتر عمل توازن لذيذ. شوف الكوكيز اند كريم يبقى احلى ولا؟ اوكي بسم الله. مش الفرق الرهيب. ده حلو وده حلو. الحشوه اللي جوه مش ما فيهاش نقله كبيره. خليني اقول ده انا عايز اميز ده عن ده، وده يا فرق بسيط جدا. في شويه جوه كوكيز بس بسيطه قوي جوه الحشوه. المنتج ده عاجبني اكتر من الكونز بشكل عام يعني، خصوصا في الفانيليا. يعني ندخل على ساندوتش. اكتر حد شايفه الصراحه هيبقى قوي في الساندوتش ده هو اوريو، لان هو ده البراند بتاعه اصلا اللي فوق. فباقي البراندات في الغالب تبقى عايزه تقلده او عايزه تروح للحته بتاعته شويه. ده رايي يعني. بسم الله. انا مش هقارن باوريو، هقارن بوندر. طبقه الشوكولاته اللي فوق دي هنا احلى بكتير قوي من وندر الصراحه، بكتير. برضو مقطع على الحشوه، بس انا كتجربه حلوه يعني. قلت مثلا لو هو الاوريو هقول لك 2 حلوين جدا الصراحه. طعم الكوكيز اللي فوق دي فعلا حلوه قوي، عجباني. هو فعلا منتج الشوكولاته عند كولد ستون مميز. تاخد اي حاجه شوكولاته عنده هتدوس، فحلو. دي بقى الكبز. لازم يبقى فيه شويه تقدير للمجهود اللي بيحصل في الحلقه. لايك في الفيديو عشان نوصل له 200,000 لايك. اي حاجه يعني، اي حاجه فيها مبالغه. هو اصلا عنده كب شوكولاته، هنجربه ده اكيد هيعجبني. بسم الله. ما عجبنيش. مش زي اللي فاتوا. كاب هنا مش لذيذ قوي. ليه كده؟ وبمدح فيك واي حاجه شويه من عنده هاته وعملت فيك اشعار. طعم ضعيف قوي. كاب لا والله يا احبطني احباط وعمل لي احراج. ده بقى شوكولاته لافرز يعني، بيقول لك لو انت ما عجبكش الشوكولاته ده بقى هيعجبك. هو بيقول لي كده فاحنا وراه. المفروض ده فيه حته تقريبا كراميل مع شوكولاته شيبس حاجه كده. هنجرب كده.
والله الكب عندهم ما يصلح، مو حلو. ده بقى اسمه موكا باي، ده بطعم القهوه مع قطع البسكوت والصوص الفول السوداني. تحسه مكبر الموضوع. ده هيعجبني، اقول لك ليه، عشان هم اكيد هيبقوا عايزين يعني يصلحوا خطأ اللي فات، فيبقى ده هنا حلو. في شوكليت شيبس كده فوق على الوش، ناخد واحده كده. ايوه، طعم القهوه محروق. كولد ستون كابز، لا هاتوا حاجه ثانيه. تشوف كولد ستون كابز اجري، ما تشتريش كولد ستون كابز، ده ضرورته الشخصيه، ممكن انت بتحبها. ندخل على ميجا من نسلي. ميجا طبعا هو يعني معروف اعتقد في مصر بشكل كبير، واللي انا اعرفه ان هو من اطعم الصراحه القويه والمميزه. ماشي، نبدا بالفانيليا. بحب الفانيليا جدا، هم الصراحه لما عملوا ريبراندنج الصراحه عملوا شغل حلو، حتى تلاقي العصايه فيها تحت كده ميجا تحت. ده ب 12 جنيه. بسم الله. واو واو، طعم الوايت شوكليت اللي بره ده تحفه، وفي شويه لوز صغيرين كده خطير. طعمه زي يعني مش باين قوي، ولكن الوايت شوكليت اللي بره دي عالميه حلوه قوي قوي قوي، جامد. يعني لو ده هيبقى سعر وندر هجيبه طبعا. نجرب الشوكولاته. ده برضه ب 12 جنيه، يعني كلهم ترف في حدود ال 12 على فكره، ممكن زياده جنيه ولا اقل جنيه حاجه كده. بسم الله. خطير. حاجه ميجا الصراحه محترمه قوي، يعني الفئه السعريه دي لا تجيب ميجا طبعا. الشوكولاته عندهم جامد، معيش اي تعليق. طبعا الشوكولاته اللي بره حلوه، الايس كريم برده من جوه لذيذ، مبسوط. عجبني ان اطعم فعلا يعني غنيه جدا. سوري، ده انا جربت في الاول ده كان اسمه وايت شوكليت اصلا، عشان كده ده فانيليا بقى. نجرب بقى الفانيليا. انا قلت برده طعم الفانيليا فيه ضعيف. بسم الله نجرب. اوام الشوكولاته اللي بره ده مش زي الشوكولاته دي، ده احلى كشوكولاته من بره اصلا. مش حاسس برضه بطعم الفانيليا هنا، يعني زي بين الشوكليت، مش فرق. الحشو اللي جوه تقريبا هي مش مستطعمها على طول. ده بشكل عام كله على بعضه ما عجبنيش زي الاثنين دول. الشوكليت وايت شوكليت الصراحه معلمين قوي. نازل بقى حاجه اسمها سولتد كراميل، ده اعتقد جديد. نجرب. اوه ده كله كرانش في بعض. اوبا، واضح ان اللوز عندهم مسيطر في حاجات كتير، شكله ايه خطير. بسم الله. واو واو اوف، انا دماغي جمدت. دماغي جمدت. خطير يا جدعان، خطير. ده مميز برضو قوي. انا عاجبني الطبق اللي بره الصراحه، عاملين فيها شغل كبير جامد. طعم جديد، او هم مزيوج جديد ليه عندهم يعني، او مش طعم كاختراع يعني، ولكن لذيذ. هو حلو. اقل من دول شويه. نازل بحاجه عنده دبل، ده بقى 15. ما اعرفش ايه الدبل ده يعني، غريب. ستروبري صوص، ده برضه اول مره اسمع عنه اصلا. ايه ده صغنون واغلى. على راي اخويا ده هاف مش دبل، بس في ريحه ستروبري جامده قوي. طعمه قوي. هو شوكولاته والصوص اللي هو دلوقتي فراوله مثلا، بعد كده جوه الايس كريم. صوص الفراوله لذيذ ولكن مش بوم طخ يعني. ده بقى بالشوكولاته اصلا، ده ممكن يبقى حلو، قصدي احلى من الفراوله. انا عندي مشكله معاهم فظيعه. انا متعود افتح دايما من عند الكلمه، ودايما الكلمه ما فيش عندها عصايه، دايما افتح الاقي دي في وشي عصايه من تحت. انا متعود دايما افتح الاقي دي في وشي، بضطر اشيلها من كده كل مره مفيش ولا مره عملتها صح. نجرب الهاف الدبل. بسم الله. في احلى، لا الشوكولاته والوايت شوكليت في حته ثانيه. الطعمين دول لازم يتجربوا، والصوص الكراميل بعدهم على طول. نروح للبراند اللي بعده. The next day. الصراحه الموضوع كان صعب، فقلت اخد ريست كده شويه عشان نعرف ندخل في المرحله اللي جايه على طول بقوه وشراسه مع كيت كات. عاملين برضو منتجين. نبدا بده بريميوم خالص. اوبا ايه حلاوه ده بقى. في كريسب جامد كان من بره، هو صغير شويه بس شكله لذيذ. بسم الله. في طبقه كده جوه الايس كريم، مش عارف دي ايه. دي الشوكولاته مع الكريمه شكلها كده، والله مش بطال، لذيذ يعني، ابهرنيش لذيذ. كل واحد فيهم عامل تقريبا 15 ونص او حاجه زي كده. طب نجرب الكون. بسم الله. ده فيه وايت شوكليت وفيه شوكليت، بس مش عارف حجمه صغير يعني، حاسس الحجم عنده مش قد كده. بسم الله. مش عارف. في شوكولاتايه كانت في النص كده، شكلها لذيذ، عامله جو. بس طبعا ده مش الشكل اللي احنا بنشوفه في الاعلانات يعني، ده الشكل اللي لما بتتهري بقى في التخزين وتروح وتيجي، وده الشكل الاخير اللي بيظهر لك. صراحه ما عجبهاش يعني خالص. انا الى الان اكتر منتج عجبني شايفه مقيمه مقابل سعر ممتازه ميجا الى الان. هل هيجي حد الصراحه يديني سعر حلو وكواليتي طعم محترمه؟ هنشوف. فرايداي نازلين تريليون منتج. في ايه يا فرايداي؟ انا يعني مثلا جبت كل دول ب 96 جنيه من بقاله واحده، وكان في عيل صغير كده هو اللي بيحاسبني، عند وقت في ابتدائي كده، شايف الحاجات دي كلها باخدها، وبعد ما اخلص حساب كده قال لي غريبه. بصوا الاسعار تروح تقريبا من 6-7 جنيه ل 12 جنيه في كل حاجه من الحاجات اللي جايه دي. نبدا بالكوبايات. ده بالكراميل بسكت، عليه بسكوت من فوق. بسم الله. يعني ده يعتبر من البراندات نوعا ما اللي اسعارها مناسبه جدا في السوق دلوقتي. بسم الله. مش بطال، لذيذ يعني، طعمه يزق معاك. ده فانيليا بقطع الفراوله. نجرب ده. انا مش شايف قطع دلوقتي، انا شايف صوص فراوله، فده صوص. نجرب كده، شوف ممكن نلاقي قطع جوه يعني، احاول اقلب كده جوه شويه. ده صوص فراوله. وليه ما حدش بيراجع يعني وراهم يعني؟ ايه اي حد يكتب اي حاجه، فاهم؟ بقطع فراوله.
ده طعم صناعي لذيذ، فكرني بايس كريم بتاع زمان اللي كنا بنشتريه واحنا صغيرين. توازن الطعم الفانيليا مع الفراوله لذيذ جدا، ده حلو، ده طعمه لذيذ لذيذ الفراوله. ده بقى غريب، جايب 2 شوكولاته، يعني المفروض هما الاثنين كاتبين نفس الكلام، ايس كريم شوكولاته بصوص الشوكولاته، ولكن لما تفتح ده كده هتلاقي ده فيه زي باودر شوكولاته كده، تفتح ده كده هتلاقي من غير باودر. هنجرب ده، بسم الله. الشوكولاته اللي فوق دي الصراحه مبوظ التجربه شويه، هو حاسس انه عايز يخليه حاجه بريميوم شويه، يعني ايس كريم شوكولاته لوحده احلى، اللي هو هندوق هنا دلوقتي، فده اعتقد هيبقى احلى بكتير. بص انا شايف هو مستوى وندر شبه بعض جدا، قريبين جدا من بعض، فتمام يعني ممكن ارشح ده الشوكولاته ده وارشح الفراوله، دول الصراحه وزاز، دول يعني مش قد كده. ادخل على بعض. عنده زي سندوتشات اتنين، واحد تقريبا بيحاول يحاكي اللوتس، وواحد بيحاول يحاكي الاوريو. يا عيني ده اتهان في التخزين، يا عيني يا نهار ابيض، ده حصل له حادثه، ده ايه ده؟ يلا ندوق بسم الله. حلو يعني ينافس اوريو. والله لذيذ يعني. الموضوع ده هيبقى حلو وحش على حسب حاجه. لو انت من الناس اللي اصلا الطبيعي بتاعها بياكل اوريو وسنيكرز وكيت كات والحاجات دي، ما تحاولش تتجه خالص الصنف ده من ايس كريم، هتتضايق، تحس ان هو كل حاجه كوبي مش مظبوطه. لو انت مش فارق معاك زي انا الصراحه ما بيفرقش معايا الحوار ده، فهاته هتنبسط جدا، فحلو. وبصراحه طعم الايس كريم اللي جوه ده حلو قوي. نشوف بقى اللي بيحكي اللوتس ده، يعني شكله فعلا شبه اللوتس قوي قوي قوي، يعني مش عارف اصلا اللوتس عندهم واحد زي ده ولا لا، بس بص حطه وسط بسكوت لوتس كبار، بسم الله. ده زي الكاب اللي فات، بس ده مش لوتس خالص، ده مش لوتس، يعني ده مش لوتس. على الاقل اللي قبله كان بيحاول يحكي الاوريو، فيعني بيحاول، ده ما يعني ده حاول وفشل. طعم القرفه فيه اوفر، يعني لوتس ما فيهاش قرفه يا جدعان، فظبطوه يعني. ده لا، نجرب دول شبه الميجا دول. انا شايف ان هو ما حدش عارف يعلي على ميجا الصراحه، بس يعني ممكن حد يجي يقول لي انت غلطان. ده بايه؟ ده بالشوكولاته، مسمينها فولكينو، بص نفس ميجا برضه، يعني ايه، هفتح همسك من راسه هي كده، فنشوف الفولكانو ده بيقول ايه. يعني شكل مشهي برضه، بسم الله. في قطع كده حاجات غريبه. حلو قوي الطبق اللي بره دي، حلو قوي، حلو قوي، جامد، ده احلى بكتير من اللي قبله. لا المنتج ده حلو، المنتج ده خطير عندهم. اكتر حاجه عجبتني ايه في فرايداي اللي بالشوكولاته ده، جامد. نجرب الفانيليا، وبرده ايه همسك من الراس كالعاده، مش هتتصل، لازم يا جماعه تعملوها العكس، نفس الشكل بالظبط. ايا كان الحشوه اللي جوه، طبقه الشوكولاته اللي بره دي، شويه الفول السوداني اللي بره الصراحه عاملين شغل حلو قوي، يعني ضايف طعم لذيذ جدا. المنتج ده ناجح من غير حاجه، جامد قوي. لولا الفول السوداني الصراحه مش تبقى لذيذه، هو اللي عامل جو حلو قوي في الموضوع، فجامد برده. ده سنيكرز كوكيز، وكالعاده مش بس لا شعوريا، ايه ده، بسم الله. ايه ده وحش قوي. الشركه دي غريبه جدا، يعني بتعمل حاجات حلوه قوي وحشه قوي، يعني ما فيش مثلا حلو عادي، لا حلو وحش، حلو وحش. وحش قوي يا جدعان، ايه ده؟ عايزين تظبطوا الموضوع، حطوا فيه فول سوداني يعني يبقى حلو. والله حلو الريفيو السريع ده. نشوف ايه ده دبل شوكليت، مش شوكليت عادي، دبل شوكليت فول سوداني ناجح. ده مش دبل شوكليت، ده شوكولاته وفانيليا، يعني ده المفروض يسموه شوكولاته عند فانيليا. عجبني الشوكولاته لوحدها وفانيليا لوحدها، ده مش لذيذ. وكمان الفول السوداني هنا مش كتير. ده بقى سنيكرز شوكولاته. ما عرفتكش انها كده، بدل ما كانت بيضاويه بقت مستطيله وفيها شوكولاته وفانيليا من جوه وعليها شويه ايه الجديد؟ مفيش اختلاف خالص. هو ايه فين الموضوع؟ ده كان بيضاوي، ده كان بقى مربى، برضه مش حلو. فانت كده عرفت، عايز تجيب حاجه فرايز في الحاجات دي، شوكولاته فانيليا فقط لا غير. الفولكانو عندهم بقى 2 كونز، او ده انا لقيتهم، يعني ممكن عندهم اكتر من كده، واحده كوكيز اند كريم، واحده شوكولاته. ناخد الشوكولاته، لا فيها شغل يعني، بص من فوق واضح ان هم صارفين. دي في غيرها هتلاقيها غاليه شويه كمان، بص حاطين ايه، فول سوداني اعتقد فوق ولا حاجه. انا اعتقد ده منتج مصري طبعا، صح؟ يعني ده منتج مصري اكيد 100%. هي الغريب في السؤال بقى اللي انا مش فاهمه، ليه منتج مصري اصيل مسمينه فرايداي؟ يعني مثلا بيحاولوا يقلدوا ماكدونالدز سانداي مثلا، بدك تسميه فرايداي صح؟ طب نجرب كده بسم الله. هوا نفسي اعرف بس هل تحت في حاجه؟ احنا الصراحه اول مره في الحلقه جربنا من تحت، هل لو كسرنا القطن من تحت هيبان حاجه؟ ها في شوكولاته؟ لا 10 من 10. حلو يا اخي، يا دي في زفار. حلو ده حلو. هات ده نجرب كوكيز اند كريم. ده مغيرين البسكوته، اتحرقت منهم ولا هي كده؟ الاسود ده الكوكيز. عارف قلبته من ازاز. قلبته من ازاز طلعت كلها، نعملها تشريح، فاهم كده، كل حاجه باينه. الصراحه البسكوت طعمه حلو، يعني بغض النظر عن شكله اللي فاجئني، مش محروق، طعمه حلو قوي البسكوت. فاتنين كونز دول الصراحه حلوين، يعني عجبهم وانت تنبسط يعني، بس حاول ما تعملش الغلطه دي، ما تفتحش البيت كله كده على بعضه. نروح اللي بعده. ده اخر حاجه بقى عندهم الحمد لله. ده بقى السكويز، ده اول مره يظهر معايا في الحلقه الان، اللي هو بتاع زمان ده، هو اسمه فريش ميلك. ده بطعم ايه؟ بالخوخ، في عصايه. اوه ماي جاد، ده في 3 صوابع. ندوق بسم الله.
خطير يعني. الكونسبت حلو وبيلزلز كده في بقك وجميل جدا، بس طعم الخوخ صناعي اوفر، محتاج يبقى صناعي مش صناعي اوفر كده، بس حلو. عرفت هم ليه مسمينه فريش ميلك؟ انه في ابيض جوه، لبن جوه كده او حاجه شبه اللبن جوه كده، فمديه الصراحه انتعاش لذيذ هذا. ده مانجو زبديه، بس ده بقى ايه، حصل له حادثه. ده ايه ده مانجو فص، بس ريحه مانجا فعلا. اوكي، لا الخط عندهم حلو صناعي، بس يعني في ألفة كده، تحس انها حبايب وجامد. طعم مانجا فيه قوي جدا، صناعي بس ما يقفلكش، وتحسه برضه فيه شويه حقيقه يعني، مش كله صناعي. بس عذرا على المنظر، لان طبعا في حوادث حصلت واحنا بنعمل الكلام ده. ده بقى فروتي ميلك. اوه ده قنبله، ده ايه ده اطعم كتيره في بعض. الحاجات دي عمري اجربها صراحه، حلو الصراحه. هو في 4 اطعم مختلفه تقريبا او اكتر، بس اختراع لذيذ يعني. هو شبه قوي الخوخ اللي جربناه من شويه، حلو يعني، يجي منه جامد قوي في الصيف. انت عاشر من لذينه، اديني ده جامد كده. الحمد لله خلصنا فرايداي. فانت تجيب من عنده ايه؟ في الفولكانو هات الفانيليا والشوكولاته، وهات الحاجات الميلك دي حلوه جدا، والكونات برضه عنده لذيذه. الباقي فاكس الصراحه، ملوش داعي. نروح اللي بعده. دي شويه برودكت جبتها من نسله او من نسلي، بارادايس. وده شايف اسمه اكستريم. ده كيمو كونو سانداي، وفي حوار سانداي في الموضوع. وده سكويز اب بالمانجا. ده طبعا ده اعتقد ده من اشهر العلامات التجاريه في مصر، السكويز ده اب ده. نبدا بالكابس دي مثلا. ده الصراحه انا لقيتهم، بس ما اعرفش في تاني ولا لا. ده واحد بالشوكولاته اسمه ريتش شوكولات، ده بالزبادي والتوت، انا بحبه يعني. نجرب الشوكولاته كده الاول، بسم الله. في كده شويه شوكولات فوق، شكلهم لذاذ يعني. طعم الشوكولاته صراحه عنده احلى من فرايداي، مش النقله الكبيره بس احلى. ب 15 جنيه يعني، كميه لذيذه وطعم مش بطال. نجرب بقى زبادي توت، مش اي حد يظبطه. نجرب بقى. بيقول برضه ب 15 جنيه، بيقول بس يعني في احلى. نروح اللي بعده. نجرب الكونز، نشوف الاكستريم ده كده. يعني مش عارف ليه اسمه اكستريم شوكليت ايس كريم. ده 11 جنيه. محدش بيلعب في اسعار بعيده قوي غير البراندات المشهوره قوي الاوفر يعني، زي اوريو والحاجات دي. عليه شوكليت كده من فوق يعني، برضه مش عارف ليه بيسموه اكستريم. فرايداي كان في كده حاجات من فوق برضه، ما كانش اسمه اكستريم، اسمه فرايداي عادي. بسم الله. ايه ده مش حلو. حقونا. شوف الكيموكونو سانداي ده يعني، خلاص هو عشان مجه السوق، فاي حد بقى يسمي ورماك وخلاص. انا مش فاكر الصراحه سعره كام ده، تهوى وسط الارقام. لو انت عارف قول لي في الكومنتات. هي نسله مالها يعني، هي شيء عامله ميجا برضو. الاسعار اكيد مش بعيده عن بعض. ايه ده يا حاج ده؟ لا في فراوله كده وصوص فراوله فوق، بس تعبان قوي، مش مميز بجنيه، والاطعم كلها داخل يعني. ايه ده؟ الغي رحلتي. نشوف بقى سكويز اب اللي بالمانجا. ما اعرفش فيه منه انواع ثانيه ولا لا، بس زي ما بلاقي المانجا بس. فده بقى ريحه خطيره، 10 من 10. ده 12 جنيه. والله هو فريد من نوعه. هو ميه متلجه بالمانجا، بجد هو ميه متلجه بالمانجا. انا بقرقش تلج بطعم المانجا والله. بص هو كمنتج وانت عاشي، فهو مختلف عن بقيه الحاجات اللي فيها بقى كريمه ومش عارف ايه. فده انتعاش صرف وفريد من نوعه، لان انا ما فضلتش اي حاجه في الحلقه الان بهذا الشكل. هو الوحيد اللي بهذا الشكل الصراحه. حتى الفرايداي اللي كانوا عاملينه بالميلك وبتاع، ده مختلف برضه، فعلا مميز وجميل. يعني الباقي كان قوامه اصلا فيه زي اللي هو الميلك ده قوامه اصلا ميه. ده ينفع لكل الاعمار من سن 7 سنين. اتاكد بس عشان محدش يجيبه لابنه يلبسنا في ده. هم مش كاتبين الصراحه الاعمار، ولكن هم كاتبين ميد ويز ريل فروت، ودي كدبه كبيره قوي. لا ممكن فعلا يبقى موجود يعني بجد، ممكن فعلا يبقى في مانجا بجد يعني، هي اللي عامله. هم في الاخر اسكت، اتذكت تسكت. الحنك دي ما يتكلمش. 10 من 10، وسعره مش رخيص بس مش غالي، متوسط. قربنا نخلص. ما اعرفش انتوا زهقتوا ولا ايه، بس انا زهقت. بصراحه يعني انا لبست نفسي في الحلقه دي، بس نستحمل مع بعض. ما اعرفش اكيد انت كنت بتاكل حاجه زمان خلصت الاكل انت بتاكله، تشرب حاجه زمان خلصت انت بتشربه، او انت وقفت الحلقه ورحت جيت في يوم تاني كملت الحلقه دي. ده برضو عادي، انا مسامحك في حاجه زي كده عادي. نروح اللي بعده. ودلوقتي مع فقره انا وحداني، حاجه من كل شركه: جالاكسي، سنيكرز، وويمزي. ما اعرفش مين دول الصراحه، هنرجع له في الاخر. جالاكسي عاملين كون، فنجربه. طبعا بما انه جالاكسي اكيد يبقى سعره كام؟ 50 جنيه. شايفين القوام، شايفين الرسمه للكون مختلف ليه؟ لانه ب 50 جنيه. فبص تحس ان الكونيه مرسومه، البسكوت اللي جوه ده. السؤال المهم، هل هذا يستاهل 50 جنيه؟ ما في سكويز 12 جنيه. هنشوف. بسم الله. صراحه حلو قوي. هذا لا الطعم فعلا مركز قوي. انا مش عارف ايه الطعم ده. طعم حلو. وفي بقى بندق ده متكرمل ده ولا ايه ده؟ ده غريب قوي. جميل. الله. نجرب البسكوت كده.
في طبقات شوكولاته كده جوه وحوارات، وحتى الكون نفسه جواه كده فيه الشوكولاته طول ما انت بتاكل كده، فلا يعني مخدوم حلو قوي والله. حلو جدا. عارف فيه 50 جنيه يعني، لو معاك ربنا كرمك اشتري، بس يعني لما جبتوش مش عادي، ما فاتنيش يعني البتاع الكبير. نشوف السنيكرز، وطبعا بما انه سنيكرز فطبعا هيبقى بكام؟ برافو 50 جنيه برضه، براند سنيكرز. احنا هيبقى يتباع بكام؟ ب 5 جنيه ب 10 جنيه؟ لا طبعا انا تدفع فيا. بص فوق كده في ايه، في شويه كور كده غريبه. بسم الله يا اخي والله دمار. واو حلو قوي. ده سنيكرز فعلا، طعم سنيكرز مركز قوي. كون يا ابني مختلف قوي عندهم. اخد قطمه كده من الجنب. اوه ده في جوه كراميل، جوه الكنايه كده كراميل. بصوا لا يعني في تفاصيل وفي كواليتي وخطيره. نشوف بقى اللي متنكر في صوره الملكه. هو مش هو اسمه ويمزي شوكولاته. انا ما اعرفش ده تبع شركه ايه. احدى منتجات شركه وندر. شركه وندر ده هرب من وندر. طب ما هو ما فيش اي حاجه تدل ان هو وندر الصراحه. ده 8 جنيه. ما اعرفش الصراحه جه ازاي هنا. ده جاي غلط في الحلقه. طب نجرب يعني، نشوف كده هل في مستوى؟ مفيش مستوى. شايف المستوى عامل ازاي؟ شايف الفرق؟ 8 يعني فرق يعني، فاهم؟ اقل من الخمس سعر. مفيش مقارنه يا جدعان. انا باكل ميه يعني بعد ما دول الاثنين دول يعني، دي مشكله بقى. تاكل حاجه توب كده رهيبه وبعدين تاكل يعني القوام اصلا باين. بص ده عامل ازاي، بص ده عامل ازاي. نهار ابيض. بس جالاكسي ده رهيب. ده الصراحه مش عاجبني خالص، فبلاش ده خالص. اخر حاجه معانا خالص كادبوري. منزلين حاجتين، كون بالكراميل ستيكس عادي. نجرب الكون الاول. بسم الله. اوه الجو يا جدعان ولعه. احنا الحاجه لسه خارجه من الفريزر حالا، ما لحقتش يعني، دي كانت في الفريزر. ايه ده؟ جو صعب الصراحه قوي. الجو ده جو ايس كريم الصراحه. في كميه شوكليت فوق هنا رهيبه. ايه ده؟ بسم الله. طعم الكراميل قوي قوي. واو كراميل جامد. جامد الصراحه. حتى جوه هنا في كراميل خطير، مغرقينها كراميل وشوكليت شيبس كده بسيطه فوق. لا مش بسيطه، كتير الصراحه. بس الكراميل جامد لدرجه ان هو يجزعك، فكتير قوي. بس هو الصراحه سعره رهيب، 15 جنيه يعني. يا حلاوه جامد تحفه. كراميل سعره 50 برضه 40. لا في اسعار احنا جايبينها الصراحه، بس زي ما قلت الكراميل بيجزع قوي. هنجرب بقى ده ب 20 جنيه. بسم الله. حلو قوي الصراحه. ده يعني ايه الفكتير بتاع اوريو لذيذ. بس انا الصراحه بجد افضل ميجا عنه اكتر بكتير. ميجا بالنسبه لي الصراحه طعمه احلى وارخص وزي الفل يعني. هو جامد بس انا حاسس هدفع زياده عشان هو بس اسم جامد او كده. لكن في ناس تانية هيديني طعم قوي وارخص، طعم مرخص. انا هقول لكم اللي عجبني جدا واللي معلم معايا في الحلقه من اللي انا فاكره يعني. اكتر حاجه علمت معايا هقول لكم عليها. ميجا جامد جدا، خصوصا 3 حاجات: الشوكولاته، الوايت شوكليت، صوت الكراميل. ال3 جامدين، واسعارهم الصراحه حلوين قوي بالنسبه لاسعار السوق، والكواليتي بتاعته تحفه. فعلموا معايا قوي الصراحه. ده رقم 1. الاوريو حلو، سعره مش مبالغ فيه بالنسبه للسوق برضو، او يعتبر من العالي شويه. عجبني فيه الستيك بتاعته والساندوتش حلوين. الكادبوري الكراميل خطير، وسعره برضو لذيذ جدا وفي كواليتي محترم. السكويز بتاع نسله مانجا حلو برضو قوي، مش رخيص. انا اتمنى يبقى ارخص من كده الصراحه، لانه سعره مش رخيص. وندرفيل وفرايداي بشكل عام هم اعتقد منتجين بنفسهم جامد جدا في السوق. في كام حاجه عجبتني في الحلقه زي ما شفتوا، لو ما ترجعوا للفقره بتاعتهم هتلاقوا في حاجات ممكن كام حاجه عجبتني يعني. واخيرا وليس اخرا، جالاكسي وسنيكرز حلوين جدا بس غاليين قوي، ولكن فيهم فعلا طعم وكواليتي محترمه فوق الوصف. ده يعني تلخيصي للحلقه الكبيره دي. اتمنى الحلقه عجبتكم. حاولت اعمل حلقه مجنونه شويه. كان نفسي الصراحه اعمل حلقه بقى المحلات بتاعت الايس كريم. مثلا انا قفلت من الايس كريم خلاص. انا هقعد طول الصيف ده مش هاكل ايس كريم في الغالب، انا تعبت من الايس كريم. اتمنى يعني تشاركنا باللايك احتراما لمجهودنا في هذه الحلقه، وسبسكرايب في القناه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله كل 3 جمعه في حلقه. تنساش بس فولو على الفيسبوك، فولو على الانستجرام. كان معكم عمرو شريف من قناه عمرو شريف. سلام.